سلام اختي رجاوي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كيف شاف جميع الدراري معاذ الضحاك لاعب لفريق الرجاء البيضاوي بعقد يمتد لسنه واحده على نظام الاعاره. حنا شفنا معاذ الضحاك، عارفين المؤهلات ديالو، عارفين بانه لاعب كبير، لاعب عنده ما يقول في رجليه، لاعب اللي قدم مستويات كبيره مع اتحاد شوارقه كذلك مع المنتخب الشباب. اللاعب اللي كانوا ديجا كيتفاوضوا معاه شحال هادي، واللاعب ملمح لذلك انستغرام وشحال من حاجه، ولكن الفريق ديالو كان شويه ما باغيش يطرقوا. ولكن رغبه اللاعب، الاصرار ديالو انه باغي يلعب فريق الرجاء البيضاوي، خلات انه الرغبه ديالو هي اللي تربح ويجي لفريق الرجاء البيضاوي على نظام الاعاره. هذا نظام الاعاره كي شفنا في باج اوفيسيال تلاح البالغ بان اللاعب فينا، ولكن راه ما عرفناش حيت اخبار كتقول بلي ان اللاعب على نظام الاعاره مع احقيه الشراء، وكاين اللي كيقول اعاره جافه الى نهايه الموسم. ديك الساعه عاوتاني تحل باب مفاوضات. ما بالضبط هاد المعلومه ما عنديش دقيقه، ولكن نتمناو على الاقل تكون على تكون اعاره مع احقيه الشراء باش تكون الرجاء هي السباقه للاعب. الا دوز معاك عام مزيان تكون انت ولي عندك الحق انك تاخذه، حيت بحال هاد الصفقات هادو ديال الدراري اللي باقيين صغار بحال هكا وعندهم ما يقولوا عندهم مؤهلات، الصراحه ما كتكرهش تجبد معاهم واحد 3 سنين 4 سنين، على الاقل يبقى معاك اللعاب، فهمتيني؟ تستافد منه حتى من بعد ان شاء الله، حتى لا مشى ولا شي حاجه تستافد منه ماديا وبزاف ديال الحوايج. نتمناو ليه حظ موفق فريق الرجاء البيضاوي، نتمناو يعطي الاضافه لفريق الرجاء البيضاوي. جماهير الرجاوي غادا تدعمو، ويكون بحسن ظن جميع مكونات فريق الرجاء البيضاوي جماهير ديالو. ومرحبا به في القلعه الخضراء مره اخرى، وديما رجاء ولا يعلي الدرجه وتعيش وعيش اللي بغيها.